اهلا بيكم حبايبي الحلوين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. مفاجأة جوزي ليا بقى النهارده، اللي قال لي اتصل بيا قال لي البسوا وجهزوا علشان هنخرج نروح فين؟ هنعمل ايه؟ الله اعلم. بس المهم ان كانت الميه النهارده قطع عندي طول اليوم ومفيش ميه، فمش عاملين اكل بتاع الغداء، فقال لي بقى تعالوا نخرج. فهنروح فين؟ يلا تعالوا معانا. انا لبست اهو، لسه بقى لولو استنى اوريكم الفستان بتاع لولو اهو. ده فستان العيد بتاع لولو، لبسته لها. بس في لولو عسل. استنى لولو بقى ايه، نسرح لها الشعر. شفت لولو عندها 9 شهور داخله في العاشر ولسه ما عندهاش شعر. مش عيب عليكي يا لولو؟ العيال بيعملوا لها بتوك يا لولو وانتي لسه يا قرعه يا قرعه. طلع لها حبايه هنا رخمه. الجو هنا عندنا نار جهنم، حر جدا جدا جدا. يلا لو انت اول مره تزوريني فانا نرمين ودي قناتي نرمين الحبايب، وانتوا احلى واجمل الحبايب. على فكره في نرمين الكبيره وفي نرمين الصغيره، دي اسمها نرمين برضو، بس احنا بنقول لها يا لولو. ماشي؟ حطوا يلا قول لهم يا لولو لولو حطوا اللايك. ها حطوا لايك للولو، حطوا لايك للولو. لولو عايزه تمسك المشاط. هنحط لها التوكه وهوريكم بقى ننزل نروح فين. يلا استنى حط التوكه. يلا استني يا لولو، استني يا لولو. نفسي يبقى عندك شعر يا لولو. عندها الشعر لولو قرعه. يلا بقى يا بنات هنخرج اهو. خلصت انا ولولو باستثناء الحبايه الرخمه دي. ايه رايكم في لولو؟ عسل. بس عندها ايه؟ عندها زغطه لولو. يلا يا لولو قول لهم باي باي، هنمشي باي باي. قالوا له فرحانه عشان هتمشي باي باي، عشان احنا ما بنخرجش كتير. يلا بقى على الله ما نتصدمش باللي هنخرج فيه. تعالوا نشوف. لولو يلا تعالي يابا نمشي باي. يا لولو زق ايديا مش عارفه، مش راضيه تيجي لحد. خلاص لقيت بابا اهو، قابلنا بابا في الشارع. يلا بقى نروح نشوف المفاجأة. بابا في تفاحة. الوقت متأخر، مش عارفه بقى تبقى ايه المفاجأة. بس الله اسمه محمود كفته. هناكل كفتة وفراخ. هنا تعالى يا جماعه. التكييف فين؟ خلينا في التكييف. لا هنا في التكييف، هنا في تكييف، خلينا في التكييف شويه. تعالى هنا تعالى هنا يا جماعه. هنا في تكييف، في تكييف صغيره دي يا جماعه. نجيب راحتنا. لولو تقعد جنبينا، تقعد على الكرسي. يلا ايه؟ انا عايزه اعرف دي ماسكه نفسها؟ لا تعالى يا فادي هنا جنبي. تعالى هنا اقعد بقى وقعدة هنا. ما قلت له قالت لنا نص. هتاكلوا ايه؟ في تكه. في تكه؟ ايه؟ نجيب فراخ ولا فراخ وكفته؟ فراخ وكفته.
ما هو يا حبيبي. اهلا بيكم حبايبي الحلوين كده. انا دخلت لكم بقى بالصوت علشان الصوت كان عالي قوي في المكان، فهنا كانوا بينزلوا لنا بقى الطلبات. السلطات كانت حلوه قوي، التقديم بتاعهم كان حلو، بس ما عجبتنيش قوي السلطات. كنت حاسه ان الطحينه دي متظبطه بطريقه المطاعم، انتوا عارفين ستات البيوت هتعرف القوام بتاعها تقيل، تحس ان هي محطوطه على النار. لكن مية السلطة دي كانت تحفة وما كانتش مشطشطة قوي، فكانت جميلة. اللي ضايقنا الشوك، واحنا كنا محتاجين معالق من الشوك، بس بعد كده قلتلهم لا خليكوا بقى بالشوك، مش هنطلب معالق. كانت بابا غنوج وطحينة ومية السلطة كل الحاجات دي كل واحد حاجة. بص خلي بابا كل حاجة 3 احنا الاتنين انا وفادي، فكانت حلوة يعني. لكن استنوا بقى يا ولاد طعم الحاجة لما تنزل بجد. احلى مكان كلت فيه كفتة الراجل ده، علشان كده متسمي محمود كفتة. شايفين احنا جبنا فراخ وجبنا كفتة، في قسم قال هاكل كفتة وفي قسم قال هاكل فراخ، وبعد كده كنا بقى مع بعض، اللي هاكل كفتة ياكل، اللي هاكل فراخ ياكل، برام مستني. بس بقى بجد يا بنات الاكل طعمه تحفة. طلع ان ده كان اقدم مطعم عندنا في المنطقة اصلا، لكن انا عمري ما اكلت فيه، لان هو الميعاد لما بيكون بدري بيكون الناس كتيرة جدا في المكان، فجوزي مش بيحب يودينا اماكن زحمة يعني، فلما الوقت كان متأخر وكده قال لا تعالوا نروح اكيد هتلاقيه يعني فاضي وهادي والكلام ده، لان احنا وصلنا بعد الساعة 12، فبعد الساعة 12 المكان بيبقى خلاص يعني ايه ابتدى يبقى في الهادي. لكن طلع هو اقدم مطعم في المنطقة كلها، واول مرة اكل من عنده هناك. هو على طول بنطلب في البيت، يعني يجيلنا الحاجات في البيت، بس اول مرة اشوف المكان وما كنتش متخيلة ان هو يبقى كده يعني. يعني هو طلع افضل ما انا كنت متخيلة في الطعم. طعم الكفتة عالمية، يعني جوسي قوي وطرية والفراخ تسويتها جميلة، تحس ان هي خليط بين تسوية البيت كتوابل وطعم وكده، وبين المطاعم اللي هي بتبقى ريحة الشوي فيها وكده. واحنا بنحب الفراخ التكة اكتر، اللي هي بتبقى على بعضها وبتحط عليها خضار وكده، منحبش الفراخ الشواية بتبقى ناشفة والسواد فيها ده بيبقى مضر، فما بيبقاش احلى حاجة. بس والرز ما كانش قد كده، لكن هي الفراخ والكفتة ده طبعا المهم عندنا كانوا فوق الروعة، والكفتة كمان من اماكن قليلة قوي اللي حبيتها فيها يعني. لا بجد شابوه يعني، والاسعار كويسة يعني، مش اسعار غالية ولا حاجة. مش عارفة انا جوزي دفع كام صراحة، لان هو يعني غسل ايده ونزل حاسب، وبعد كده احنا نزلنا وراه. اللي عايز يعرف الاسعار يكتب لي وانا اساله لكم عادي، مش مشكله. لوش هو نايم دلوقتي وانا بعمل لكم المونتاج. برقام ابني حب الرز، هم اصلا بيحبوا الرز اللي هو البسمتي الاصفر، لكن لما انا بعمله بيحبوه اكتر، لكن هم بيحبوه بقى في المطاعم بيحبوه، انا ما حبيتهوش خالص. بصوا الكفته بوريكم طريه ازاي. المهم بقى انا لولو عندي تخرج برا البيت تنام، تيجي تقعد هنا تطلع عيني يعني. انا روحت 3-4 ساعات مش راضيه تنام ربع ساعه، مع انها هناك نامت، بس الحمد لله ان هي نامت عشان اقدر اكل، لان باباها اللي ماسك فيها ده اول ما ينزل الاكل يقول لي بقى ايه خدي اتعاملي مع بنتك. ال3 اللي قاعدين دول محدش بيبقى طايقها،
يعني المفروض في العادي بيتخانقوا مثلا طب اتنشيلها لا، دلوقتي بقى هناكل فبنتك وحلال عليكي. انا الوحيدة اللي بقى باكل متذنبة وهي قاعدة على رجلي، وعايزة مثلا تمسك دي، عايزة تشد دي، فما بقاش مستمتعة كده. فمن المرات القليلة اللي باكل بايديا الاتنين سبحان الله، يعني اول مرة استخدم الاتنين، وتحسوا ان انا عايزة استخدم الاتنين بمتعة كده، اللي هو انا محرومة اني اتعامل بايديا الاتنين. انا بحس ان ايدي الشمال دي مش شغالة، حتى غصب عني تلاقوني يعني مش مشغلاها كتير، لان مش متعودة ان اشغلها. في حاجة ببقى ماسكة فيها قاعدة طول ما انا باكل بتبقى على رجلي وماسكاها وبحوش ايديها كمان وكده، بيبقى الاكل عندي مرات قليلة قوي لما اقول انا استمتعت النهاردة بالاكل لو انا باكل كده ولولو نايمة. بس حتى هما يعني كانوا يقولوا طب صحيها، نصحي مين اللي هيصحيها يشيلها، فكله سكت. تحس ان في ايه سكوت عام، مفيش حد قال لي يلا تصحى. فادي بقى مش عارفه كان جايله هاجس كده في دماغه، هقول لكم عليه في اخر الفيديو، هو هسمحه لكم. كان بيقول لي يا ماما هو بيشوف مقالب في اليوتيوب او بيشوف المقالب في العموم يعني، فبيقول لي نفرض بابا دخل يغسل ايده وقام سابنا ومشي يا ماما، ايه اللي هيحصل؟ قلت له ايه اللي هيحصل يا فادي؟ قال لي الراجل هيقول لي اتي فلوس. قلت له طب وبعدين فيها ايه يعني؟ قال لي مش معايا انا فلوس، هعمل ايه؟ هندخل بقى نغسل المواعين ويجيب لنا الشرشوبة والجردل ونمسح ولا هنعمل ايه؟ قلت له شفت بقى يا فادي؟ قال لي يا لهوي يا ماما. وبقى ايه قاعد عمال يضحك، هوريهولكوا وهو بيقول الكلام ده في اخر الفيديو، قلقان ان ابوه يمشي ويسيبه يعمل يعني في مقلب او كده، مع انها عمرها ما حصلت. وانا على طول لما ببقى خارجه لاي سبب ما ببقى شايله معايا فلوس، مش عارفه ليه، وفلوس كتير يعني، ببقى عامله حسابي ان لاي سبب. اصلا انا مجنونه، انا ممكن في قلب الخروجه نتخانق عادي، يعني ممكن نتخانق ولو اتخانقنا يعني عادي، ما بنفكرش ساعتها في ايه اللي ممكن. يلا بقى لو انت لغايه دلوقتي ولسه مشتركتيش معانا وخليتي عيلتنا تكبر بيكي، انزلي بقى وانضمي لعيلتنا الكبيره، خلي اسرتنا تكبر وتكبر وتكبر يا احلى حبايب واحلى بنات. ما تنسوش اللايك والقمر من ايديكم. انت بصي، انت طول ما انت خارجه لازم أن يكون معاكي فلوس ومعاكي موبايل، الاتنين. ورغم كده ببقى خايفة برضو، يعني لما بروح اي مشوار او اي مستشفى بعيدة او بضطر اروح اماكن ببقى مقلقة. بس ببقى واخدة معايا فلوس وطبعا الموبايل، ولازم أن يكون فيه رصيد لربما حصل اي ظرف طارئ. ورغم كده ببقى ماشية خايفة، مش عارفة ليه عندي خوف من المواصلات والكلام ده. يمكن الناس اللي متابعاني عارفة ان انا كنت بنزل الوكالة دي، انا عقبال ما خدت عليها كان جوزي وداني يجي 5-6 مرات، ورحت مع صحباتي يعني ايه اخدوني عليها عشان اقدر اروح واجي نفس المشوار على طول. وقعدت فترة طويلة قوي عقبال ما عرفت مداخلها ومخارجها. وكان لما اعرف طريق جديد اعرفه عن طريق جوزي، يبقى نازل بالصدفة، لان انتوا عارفين في محكمة هناك في جمال عبد الناصر، فكان جوزي بينزل هناك عنده جلسات وكده، ان جوزي محامي، فكان ينزل معايا يوريني مكان جديد، يعني يوريني دخلة جديدة. كنت اجي اعدي من الممر اقول يا لهوي الممر زحمة بتاع الوكالة، وكمان في ممكن بتحصل سرقات، وانا ببقى نازلة بشنطة الظهر، وبرضو في يعني الدنيا زحمة ما بتبقاش مظبوطة قوي للبنات، فبتبقي قاعدة عينيكي في وسط راسك وكده. فجوزي لما جه بعد يجي 2 ما انا بنزل الوكالة على طول وكده وبصور وكده، اما وراني داخلة كده من ورا مختصرة، اطلع الاقي نفسي عديت الممر ده كله. فكنت بحس ان ايه الغباء اللي انا فيه ده، يعني انا حافظة مش فاهمة في حد زي كده. انا مامتي ولا بتعرف تخرج تركب مواصلات ولا اي حاجة، لازم حد ياخدنا يودينا ويجيبنا. وعلى فكرة بابايا برضو في الحتة دي، بس اللي هو ايه يطلب العربية تجيله توديله المشوار وترجعه تاني نفس المكان، فاهمني؟ يعني مش اللي هو بقى ايه
يركب مواصلات والكلام ده، لا 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 لا. هو يطلب العربية تيجي تاخده وترجعه المكان، تقضي معاه اليوم، يخلص مشاوير ويخلص حاجته ويرجع. لكن اللي هو يركب مواصلة وينزل من مواصلة يطلع من مواصلة، دي ما تلاقيهاش عندنا. بسم الله ما شاء الله. بقى اختي ما اقولكمش فظيعة فظيعة. انا بقى ماشية معاها، يعني انا بقى خايفة، واتصل بجوزي اقول له يا جوزي احنا طلعنا مثلا فوق كوبري واحنا كده ماشيين صح، يقول لي اه ماشيين صح. شاطرة قوي وجريئة في الحاجات دي. انا ببقى ماشية في المواصلات اللي هو ببقى خايفة والله، مش عارفة ليه، مع ان يعني الواحد بيعرف يقرا ويكتب، فاللي هو هتقري من العناوين وتشوف المحطات والكلام ده، وبيبقى معايا فلوس اقدر ارجع، وبيبقى معايا الموبايل فيه رصيد. بخاف ليه معرفش. اختي بقى ممكن يبقى معهاش رصيد وعادي ماشي عادي، مش قلقانة. انا بقى لا، انا بترعب، ولو همشي في مشوار لوحدي وديني من غير العيال. يعني بالنسبة لي ان اروح بالعيال اي مكان لا، مسؤولية وصعب وما اقدرش. لو حتى ايه جوزي يقول لي طب خدي العيال وروحي مش عارف فين، ما لا تيجي تاخدنا. عارفين هنا على الشارع، يعني احنا دلوقتي رحنا قابلناه على اخر الشارع. ده بالنسبة لي ان انا بعمل فيه جميلة، يعني المفروض تيجي تاخدنا الاول، يعني صعب. لكن في ناس تاني لا، بتروح وتركب وتيجي. بس هو حسب الشغل. انا كمني ما اشتغلتش، ما طلعتش برا البيت، هو يا دوبك المدارس والدراسة والكلام ده، فكان مشوار صد رد، راجع مع صحابك، راحة مع صحابك، 1+1=2. لكن لما بنشتغل وبتروحي من مكان لمكان وبتركبي وبتعملي، انا بحس ان انا الوكالة لما نزلت الوكالة برضو كانت حلوة، تجربة كويسة، ان خلتني اتعلم انزل واتجرأ وان اعرف ده واعرف ده واعرف المحطات. تصدقوا بالله انا ما كنت بعرف اتجاه ايه ودي فين واتجاه ايه ودي فين. انا قعدت فترة كبيرة وانا نازلة الوكالة. ايوه يا جماعة، انا لو عايزة انزل العتبة انزل اتجاه ايه، اركب اتجاه ايه، من انور السادات مثلا ولا من جمال عبد الناصر، احود اتجاه المنيب ولا مش عارفة الجيزة ولا ايه. كنت بتلخبط لخبطة مهولة لغاية ما قعدت. انا بقالي دلوقتي 2 قاعدة من النزول. تصدقوا بالله انا نسيت برضو، انا نسيت اروح ازاي، يعني دماغي برضو اتفلترت. انا كنت بفتكر ادق الحاجات، كنت بفتكر كل عيد ميلادات اي حد. ما بقتش بفتكر. شعري ابتدى يقع بكثافة رهيبة. لو خدتوا بالكم من الجزء الاولاني ضعيف جدا، شعري بيقع بطريقة مستفزة. يعني هشوف له اكيد علاج واقول لكم عليه. فترة الرضاعة المفروض ان انتي في فيتامينات باخدها وكده، والدكتور كاتب لي عليها، ما اثرش صراحة، بس انا اللي مقصرة في حق نفسي. انا وانا حامل كنت باخد كل الحاجات مش عشان خاطري، علشان خاطر البيبي وانه ما يتضرش، بالذات ان انا كان عندي الغدة وكنت قلقانة ومتوترة. لكن بعديها بقى بتقولي انتي اللي هتتضري فمش مشكلة، فبكبر دماغي يعني. فده ضر شعري بطريقة رهيبة، فلازم احط حد للموضوع ده. عندي برقام بيحب قوي المصمصة يحب الجناح والزور والحاجات دي. فادي لا، فادي ما يحبش الحاجات دي وبيخاف منها جدا. يعني لو قلتله ده جناح الفرخة وتخيل كده ان هو الجناح هيرميه. لو قلتله ده زور الفرخة يا لهوي تبقى كارثة. يعني لازم أن ياخد حاجة اللي هي ملهاش حاجة. ما تقولوش دي بتاعت ايه، هي فراخ، لكن ولا تقولوا دي رجليها ولا دي ايديها ولا دي الجناح ولا الزور ولا اي حاجة. فدي تحس ان هو اصلا كان هيبقى نباتي، بس انا قاومت الموضوع ده علشان يعني ايه، يعني حرام ما يبقى نباتي واحنا ناكل وهو يتفرج علينا. بس هو كان عنده ميول كمان وهو اصغر من كده ان يبقى نباتي، وكان هيبقى بسهولة جدا. كنت هتوفر يا فادي، يلا مش مشكلة.
ابراهيم وفادي اتحدوا بعض ان هما يشربوا المية، فشربوا المية فاتبقت سلطة، فبيقول لي خدي السلطة دي اعمل بيها. قلت له حطها على السلطة اللي معاك، هي مية السلطة اصلا. فهو عايز التوابل اللي جوه الكوباية، هو حابين التوابل. فزي ما بقول لكم، لو في امكانية ان انتي تنزلي شغل هتستفادي كتير وهتتعلمي كتير. لو ما بتعرفيش وزيي اكتبيلي في التعليقات، انا زيك يا نرمين ما بعرفش اروح ولا باجي. يعني انا ما بحسش بالامان غير وانا راكبه مع بابا او جوزي. خلاص انا بفصل اصلا، ما باخدش بقى بالي انا هركب فين وهنزل فين، وبحس ان انا رحت المشوار ورجعت، ولا انا عرفت رحت ازاي ولا رجعت ازاي. على عكس بقى لو ماشيه مع واحده صاحبتي او رايحه مشوار مع حد او كده، ببقى مركزه اوي انا ماشيه ركبت ايه عشان لو عاوزت ارجع والكلام ده كله. وبعرف على فكره، عمري ما تهت. لا تهت لا يا نرمين بلاش كدب تهت بس وانا في تالتة ابتدائي. فاللي هو انا يعني ببقى عمري ما تهت وانا كبيرة وكده. بس هو الخوف، يعني متفهموش الخوف ده مكون ليه عندي، لكن انا بخاف. حتى الناس كلها بتاعت الوكالة كانوا بيتعاملوا معايا على اساس ان انا عيلة صغيرة، بأمانة ربنا يبارك له. يعني كنت ابقى خارجة من الوكالة من ناحية الكورنيش، لازم حد يجي من الشباب الصغيرين يوصلوني، يعني يودوا كده معايا حد من اللي شغالين معاهم 13 14 سنة كده قد برام، ويروح يوصلني ويعديني. وخاف جدا من تعدية العربيات، وبالذات اللي هي العربيات اللي هي عارفين تلاقوا طريق كده فيه بتاع الطريق الواحد فيه 4 5 عربيات، بترعب. انا في مرة كنت جاية من الوكالة ناحية الكورنيش، الطريق ده عريض قوي، يعني تحس ان في الطريق واحد مش عربيتين، اكتر من عربيتين 3. فخليت واحد واقف بتاع مرور، هو مش عارفة ليه واقف هناك، حد بتاع مرور يعني شرطة مرور هناك واقفة عند ناحية الوكالة من ناحية الكورنيش. قلت له لو سمحت يا عمو تعالى عديني، يعني لو سمحت ممكن تعديني، اللي هو انا خايفة اعدي. ولما برضو كان حد يجي يوصلني من الاولاد بتوع الوكالة ولا كده، كانوا بييجوا ويعدوني. صراحة انا كنت باين عليا ان انا خايفة والله العظيم حاجة غريبة. جوزي برضو عارف الحتة دي فيا يعني. طب تعالي قابليني مثلا في المعادي رايحين للدكتور وهننزل، هقابلك بدل ما اجي، يعني بدل ما يجي هنا البيت ونرجع تاني. اقول له لا معرفش، مش معرفش، يعني معرفش، اخاف اروح بالبنت، اخاف اتشنكل، اخاف يعني مش عارفه، بخاف. لا تعالى خدني من مكاني، مش لازم تيجي لغايه البيت، بس استناني في المحطه بتاعتنا مش بتاعت اللي هنوصل لها. لا ف انا عايزه اعرف هو انا طبيعيه ولا، او دي حاجه مثلا ممكن تبقى في بعض الناس ولا في انا بس. يلا تعالوا نشوف فادي، وان شاء الله يكون الفيديو عجبكم وتقولوا لي ان انا طبيعيه. يا فادي بابا راح يغسل ايده، يا فادي بابا راح يغسل ايده بس هو مش موجود يا فادي في الحمام. نروح بص عليه كده. ها بابا مش قاعد، روح شوفه كده انا مش قاعد جوه. بتقول ايه يا فادي؟ عايز صغير ومجنون ليه؟ بابا كده مشي وسابك بقى، انت هتحاسب، هتعمل ايه؟ هتهرب يا واد يا جد فادي يعني عمال تاكل في سلطه وسايب الفراخ بتاعتك والكفته ماشي. ولولو بيب ماما نايمه، تخرج تشوف الهوا والتكييف تنام على طول. يلا يا لولو نام يا لولو.
شطب مع الاكل، مفيش غير دول بقى. بابا جايلك اهو يا فادي، ما تخافش، مش هتدفع الحساب.